أخواتاتي، اليوم جيت نشارك معاكم وصفة تارت فريز سكيكدية بجميع أسرارها بنتها هبال. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا نصليو على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبداو الوصفة تاعنا. واش نحتاجو في هذه الوصفة؟ عندنا 130 غرام من الزبدة و70 غرام سكر ناعم مع 2 مغارف زيت، مغرف كبيرة لافاني وبيضة كاملة. عندنا خميرة كيميائية باكي ورشة من الملح. دوكا نبداو نحطو الزبدة تاعنا اللي تكون بدرجة حرارة الغرفة ونزيدو عليها السكر الناعم بعد ما نغربلوه. ونبداو نخلطو في الخليط تاعنا حتى نتحصلو على كريمة تكون بهذا الشكل. دوكا نزيدو البيضة كاملة و2 مغارف تاع الزيت ونكملو نخلطو. دوكا نبداو نزيدو في الفرينة بالتدريج بعد ما نكونو غربلناها. ونزيدو رشة تاع الملح ولافاني نحطوها في الاول انا نسيتها. نتحصلوا على العجينه تكون بهذا القوام. نحطوها ترتاح لمده ساعه في الفريجيدان. دوكا نروحو نحضروا الكريمه تاعنا اللي نحتاجو فيها 125 لتر من الحليب، مغرف كبيره نشا ومغرف كبيره سكر احرش وبيضه صغيره ونصف مغرف زبده ولافاني مغرف كبيره. ونحتاجو 50 غرام من كريم شانتي و50 غرام من الحليب. نقدروا نعوضوها بكريمه الخفق. دوكا نحكمو كاسرونه تاعنا نحطو فيها الحليب ونحطوه على النار حتى يدفى. من يجي خلاف نحكمو نحطو المغرف تاع النشا تاعنا ونزيدو عليها بيضه ونخلطوهم مليح مع بعضهم. دوكا نزيدو عليها نص الكميه تاع الحليب بعد ما دفى. ونزيدو مغرف تاع سكر احرش ونحطو الخليط هذا على النار حتى نتحصلوا على الكريمه هذه. دوكا نزيدو مغرف صغيره تاع زبده تكون معمره مليح ومغرف كبيره تاع لافاني ونبداو نخلطو. دوكا نجيبو اون بول ونحطو فيه كريم باتيسير تاعنا نغطيوها ونخليوها تبرد. هذه هي العجينه تاعنا بعد ما ارتاحت في الثلاجه لمده ساعه. نبداو نخدمو بها. انا راح نخدم في الليمون هادو، نتوما تخدموا باللي متوفر عندكم.
دوكا نبداو نشكلو في العجينة تاعنا، نحكمو كمية من العجينة نحطوها في المول ونبداو نشكلو فيها. أنا عندي هذه القرعة الصغيرة غلفتها نستعملها تعاوني ونتحصل على الشكل مليح. هنا بعد ما كملنا نثقبوا العجينة تاعنا بالفرشيطة باه ما تطلعلناش كي نكونوا نطيبوا فيها. هذه الكمية تاعي بعد ما فضيتها دوكا نحطهم في الثلاجة يرتاحوا من بين 15 دقيقة بعد نطيبوهم باه يبقى محافظين على الشكل تاعهم. وهذه الكريمة تاعي بعد ما بردت نبداو نضربوا فيها. انا هنا سبقت وطلعت كريم شونتي نبداو نضيفو فيه على 3 مراحل. وهنا نعطيكم أسيس كي تحبب لها الكريم باتيسير تاعها تضربو بالبغا ميكسور يولي ليس والحبيبات كامل يروحو منه. الكريمة تاعنا بعد ما خفقناها مليح شوفوا كيفاه ولات. راح نعمرها في لابوش هذه استعملت القمع هذا. هما لي طاغطولات تاعنا بعد ما طابو شوفوا كيفاه جاو يهبلوا. دوكا نروحو للمرحلة الأخيرة واش نحتاجو فيها. عندنا كاس ما ونص كاس سكر مع مغرف كبيرة نشا ومغرف كبيرة من الفلون تاع الفريز. دوكا نحطو كاس ما مع نص كاس سكر ونحطوهم يغليو على النار حتى يوليو عندنا سيرو. المرحلة الأخيرة ومن جهة خلاف عندنا ما مغرف كبيرة تاع نشا ومغرف كبيرة من الفلون ومغرف كبيرة من لاروم تاع الفريز. دوكا نحكمو الكاس تاع الماء ونحطو عليهم مغرف تاع النشا ونخلطوهم مليح حتى تتحل النشا في الماء ونزيدو عليهم المغرف تاع الفلون بذوق الفراولة ونخلطوهم مليح. هنا بعد ما ضفت الخليط اللي درناه على السيرو اللي كان فيه كاس ماء ونص كاس سكر نحطو مغرف كبيرة من لاروم تاع الفريز ونعاودو نرجعوهم على النار حتى نتحصلوا على كريمة تكون ثقيلة ويتغير اللون تاعها. هذه هي الكريمة اللي تحصلنا عليها. هنا تقدروا تزيدوا الملون احمر وهذه هي اللي تعطينا اللمعة والبنة في الطرت فريز تاعنا. دوكا نبداو نزينو نحكمو الكريمة تاعنا بعد ما حطيناها في لابوش نبداو نخدمو فيها.
بدا كنحطو الفراس تاعنا. طبعا متقدروش تخليوها كيما هكا. وفي الأخير خواتاتي ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتخليوا لي جيم وكومونتير يهبل كيفكم. مع السلامة خواتاتي، استودعكم الله.